السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لأنه عملية الليزك تعتبر من أفضل الحلول المثالية لعلاج الكثير من مشاكل الإبصار، بتردد حولها الكثير من الأسئلة، ومن أهمها: متى يستقر النظر بعد عملية الليزك؟ اكتشف الإجابة من هنا، لأنه صحتك عنا بالدنيا. على قناة الدكتور محمد الجشلي هنقدم إن شاء الله الفيديو المعتاد: متى يستقر النظر بعد عملية الليزك. ولكن قبل ما ندخل في الفيديو في المعلومة، أتمنى عمل لايك وتعليق واشتراك في القناة ليصلكم كل جديد إن شاء الله. متى يستقر النظر بعد عملية الليزك؟ بتعتبر عملية الليزك من العمليات الشائعة والتي يتم القيام بها على نطاق واسع، لأنها بتعتبر علاج فعال لعدد من أمراض العيون. وفي حال كنت أحد الأشخاص الذي اقترح عليهم الطبيب القيام بها، لابد أن يكون أول سؤال يتبادر إلى ذهنك وترغب بسؤال الطبيب عنه هو: متى يستقر النظر بعد عملية الليزك؟ يمكنك معرفة إجابة هذا السؤال عزيزي المستمع في هذا الفيديو، لذا تابعنا لتعرف أكثر. عملية الليزك هي واحدة من العمليات الجراحية التي يتم إجراؤها في العين كبديل لارتداء النظارات والعدسات الطبية اللاصقة، ويتم إجراؤها من أجل تصحيح مشكلات الرؤية الشائعة. وعملية الليزك هي نوع من العمليات اللي بتعتمد على انكسار الليزر، حيث يتم إجراء العملية من أجل تغيير شكل القرنية. وفي العادة يتم تركيز الضوء على الشبكية، ولكن عند الإصابة بحالات طبية زي قصر النظر وطول النظر والاستجماتيزم ينحرف الضوء بطريقة غير صحيحة، وبالتالي يحدث تشوش للرؤية، والذي يمكن تصحيحه من خلال عملية الليزك. أسباب عملية الليزك: قبل أن تعرف متى يستقر النظر بعد عملية الليزك، سيكون عليك أن تعلم عزيزي المستمع الحالات التي قد تدفع الطبيب لاقتراح عملية الليزك كعلاج لحالتك، وتتمثل حالات قصر النظر، طول النظر، الاستجماتيزم. وفي الغالب لن يقترح الطبيب هذه العملية إلا إذا كنت ترتدي النظارات أو العدسات اللاصقة، وسيوضح لك الطبيب إذا كانت هذه العملية هي الخيار الأفضل لحالتك. متى يستقر النظر بعد عملية الليزك؟ بعد عملية الليزك سيحدث جفاف مؤقت للعينين، ولكنك لن تشعر به بهذه الطريقة، وسيقوم الطبيب بإعطائك قطرات العين التي تمنع الالتهابات والعدوى، كما تقوم تلك القطرة بالحفاظ على رطوبة العين. وقد تتسبب هذه القطرات في حدوث شعور خفيف بالحرقة أو تشوش الرؤية عند استخدامها، لذا لا تستخدم القطرة إلا بعد الحصول على توجيهات الطبيب. وعادة ما يحدث تعافي سريعا بعد الليزك، وربما تشعر بتشوش الرؤية خلال اليوم الأول بعد العملية، والتي عادة ما تتحسن خلال عدة أيام من الجراحة. وتختلف زيارات المتابعة من طبيب الآخر، ولكن سيكون هناك حاجة لزيارة الطبيب من أجل التقييم خلال 24 إلى 48 ساعة قادمة، وسيكون هناك حاجة للفحص لمدة 6 شهور بعد الجراحة حتى يتأكد الطبيب من أنك تعافيت بالكامل. وربما تشعر أيضا بوجود هالات حول الضوء، وربما تشعر بخروج بعض الدموع من العينين، وكذلك انتفاخ الجفن والحساسية تجاه الضوء. وعادة ما ستختفي الأعراض السابقة خلال أسبوع من الجراحة، وعادة ما ستشعر بالقليل من عدم الراحة بعد الجراحة، والتي قد تكون على شكل حكة أو حرقة. ويسمحك الطبيب بعض النصائح من أجل تخفيف الأعراض. ويجب تجنب القيام ببعض الأنشطة خلال الشهر الأول من العملية من أجل ضمان نجاح العملية. وعليك أنك تعلم عزيزي المشاهد أن عملية التعافي قد تستغرق وقتا أطول من المعتاد في حال كنت تعاني من قصر النظر الشديد، وسيحدد لك الطبيب الخطة الملائمة للعلاج. وقد ينصح الطبيب بارتداء النظارات لفترة قصيرة بعد العملية حتى تتم عملية التعافي. ويجب عليك الالتزام بتعليمات الطبيب كاملة، بالإضافة إلى الالتزام بزيارات المتابعة. والآن عزيزي المشاهد، وبعد عرفت متى يستقر النظر بعد عملية الليزك والأسباب التي قد تدفعك للقيام بالعملية، شعرت أنك بحاجة لاستشارة الطبيب. يمكنك الاستشارة هنا عبر تعليق، وسوف نرد عليك بالإجابة. أتمنى في نهاية الفيديو أن تكونوا استفدتم من هذا الفيديو وزاد عليكم من المعلومات، وأتمنى
عمل لايك وتعليق واشتراك في القناة مع تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.